هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 4 من نوفمبر. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص حلقة اليوم للتعليق على واقع التعليم في إريتريا على ضوء تصريحات مدير مفوضية التعليم العالي في أسمرا. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. محمد بن زايد يستقبل وفدا من الطلبة الإريتريين الدارسين في جامعات الإمارات. ندوة حول حقوق الإنسان في إريتريا في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل. تنظيم داعش الإرهابي يسمي خليفة لقائده القتيل. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. ذكرت وكالة الأنباء الأماراتية بأن ولي العهد الشيخ محمد بن زايد استقبل وفدا من الطلاب الإريتريين والإثيوبيين الدارسين في جامعات الأمارات. وقال محمد بن زايد في اللقاء الذي جرى في قصر البحر بأن الأمارات سوف تظل بيئة حاضنة وداعمة لطلبة العلم، خاصة المتميزين والموهوبين، ومحفزة على الإبداع والابتكار والريادة العلمية. وأضاف: نحرص على توفير البيئة التعليمية للطلبة المتميزين لمساعدتهم وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم العلمية حتى يسهموا في تنمية أوطانهم ومجتمعاتهم وتطورها، وذلك إيمانا منا بأهمية العلم والمعرفة في تحضر الأمم وتقدمها وانطلاقها إلى المستقبل. وحث محمد بن زايد الطلبة على أهمية الاستفادة من هذه الفرص والمبادرات والجد والمثابرة للوصول إلى المستوى العلمي الذي يطمحون إليه. وقالت الوكالة أن الطلاب أعربوا من جانبهم عن سرورهم بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنين مبادرات الدولة والدعم الذي تقدمه لهم لمواصلة تحصيلهم العلمي وتحقيق آمالهم وطموحاتهم. للمزيد حول هذا الموضوع وأوضاع التعليم في إريتريا، تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. تعقد يوم غد الثلاثاء ومن الساعة 5 مساء وحتى 7 مساء ندوة حول حقوق الإنسان في إريتريا في مقر الاتحاد الأوروبي. وينظم الندوة النائب في البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي ديفيد ليغا، ومنظمة فري داويت السويدية المهتمة بإطلاق سراح الصحفي السويدي من أصل إريتري داويت إساق والمغيب من عام 2001. وسوف يقدم في الندوة سرد لحياة الصحفي الأسير وجهود ومحاولات إطلاق سراحه من المعتقلات الإريترية. ويتحدث في الندوة ممثل لمنظمة مراسلون بلا حدود ومقررة حقوق الإنسان في إريتريا وممثل لمنظمة بين إريتريا وأعضاء من البرلمان الأوروبي. ذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابي بأن التنظيم سمى أبا إبراهيم الهاشمي الغرشي خليفة لزعيمه السابق أبو بكر البغدادي، والذي قتل في غارة أمريكية في 27 من الشهر الماضي. وأفادت وكالات أنباء بأن التنظيم أقر كذلك بالإضافة إلى مقتل قائده بمقتل المتحدث باسمه أبي الحسن المهاجر. وجاء الإعلام في رسالة صوتية قرأها المتحدث الجديد باسم التنظيم أبو حمزة القرش. بهذا الخبر مستمعي ومستمعات الأفاضل، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. محمد بن زايد يستقبل وفدا من الطلبة الإريتريين الدارسين في جامعات الأمارات. ندوة حول حقوق الإنسان في إريتريا في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل. تنظيم داعش الإرهابي يسمي خليفة لقائده القتيل. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل، تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا.
إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي برنامج تعليق على الحدث، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة من برنامجكم الأسبوعي، والذي كالعادة نسلط فيه الضوء على أهم الأحداث في إريتريا ومحيطها وعلى الصعيد الدولي، وذلك لربط مستمعي الإذاعة في الداخل والخارج بآخر التطورات فيما يتعلق بالشأن المحلي والإقليمي والعالمي. فأهلا وسهلا بكم. حلقة اليوم نخصصها لتناول واقع التعليم في إريتريا بعد التصريح الذي أدلى به المدير التنفيذي لمفوضية التعليم العالي ومعهد البحوث في أسمرة الدكتور هايلي محسون، والذي قال فيه بأن المعاهد العليا في إريتريا خرجت 31,000 طالب وطالبة في ال10 سنوات الماضية. فأهلا وسهلا بكم ومتابعة طيبة. هذه إذاعة إرينا. ونبدأ معكم بالخبر الذي نشرته جريدة إريتريا بروفايل الناطقة باللغة الإنجليزية في يوم الأربعاء 23 من شهر أكتوبر الماضي. ومحتوى الخبر هو: ألقى المدير التنفيذي لمفوضية التعليم العالي ومعهد البحوث الدكتور هايلي محسون بأسمرة ندوة لأعضاء الدفعة 33 من مجندي ومجندات الخدمة الإلزامية في ساوا. وحسب الصحيفة فإن الدكتور محسون تناول تاريخ التعليم في البلاد بعد التحرير، وقال أنه وبعد سنة 2004 تم إنشاء الكليات المختلفة والتي استطاعت إتاحة فرص كبيرة للتعليم لأبناء البلاد. وأكد بأنه في ال10 سنوات الماضية خرجت هذه الكليات 31,000 طالب وطالبة، كما تم ابتعاث 584 طالبا وطالبة لإكمال الدراسة العليا في الخارج. كما قامت كلية أسمرة للعلوم الاجتماعية وكلية حمل مالو لعلوم الزراعة بفتح برامج للدراسات العليا. وأضاف بأن مفوضية التعليم العالي ومعهد البحوث وضعت خططا كبيرة لمعالجة القصور في أعداد المعلمين والمعدات التعليمية، وأن هناك استثمارات كبيرة في هذا المجال. وقال بأن المفوضية ومعهد البحوث سوف يحرصان على تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى مؤسسات تنافسية بحيث تسهم في مسيرة البناء الوطني. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. إلى هنا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل انتهى خبر صحيفة إريتريا بروفايل عن الندوة التي عقدها الدكتور هايلي محسون لمجندي ومجندات الدفعة 33 في ساوا. وقبل التعليق على الخبر دعونا كذلك نتناول وبما يسمح به وقت البرنامج بتناول اللقاء الذي أجرته نفس الصحيفة مع السيد صالح إبراهيم مدير قسم التعليم بمحافظة حقات. وفي هذا اللقاء والذي نشر بعد خبر ندوة الدكتور محسون بأسبوع، أي يوم الأربعاء 30 من أكتوبر الماضي، أشار الصحفي إلى أن التعليم هو من أولويات الحكومة الإريترية حسب ما أشار بذلك الميثاق الوطني، وأنه وخلال فترة ما بعد الاستقلال استطاعت إريتريا تحقيق إنجازات ملموسة في مجال التعليم. وأشار الصحفي بأن حقات هي محافظة من ضمن 9 محافظات في إقليم عنسبة، ويبلغ عدد سكانها 63,000 نسمة، وأن بها 13 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وقال السيد صالح إبراهيم من جانبه بأن المدارس تمنح كورسات تأهيلية للطلاب الذين يعانون من مشاكل خاصة في التعليم والذين انقطعوا عن مواصلة التعليم ثم عادوا لينخرطوا في سلك الدراسة مرة أخرى. وحول عدم وجود العدد الكافي من الطالبات في مدارس المحافظة، قال السيد صالح إبراهيم بأن ذلك يعود أساسا إلى بعد المساكن عن المدارس، لأن البيوت بعيدة نسبيا عن المدارس. وقال بأن المشاكل التي تواجه إدارته هي النقص في عدد المعلمين لتغطية احتياجات المدارس في المحافظة. هذه إذاعة إرينا. ونبدأ بالتعليق على ندوة العقيدة الدكتور هايلي محسون المدير التنفيذي لمفوضية التعليم العالي ومعهد البحوث في أسمرة في شهر أكتوبر من العام الماضي. وفي تصريح للإعلام المحلي قال الدكتور محسون نفسه بأن العملية التعليمية في البلاد تحتاج إلى مراجعة شاملة، وأنها لا تحقق الأهداف المرجوة منها، وأن قسمه ومعهد البحوث
يقومان بدراسات معمقة لتطوير التعليم العالي في البلاد، مشيرا إلى مشكلة تناقص أعداد المعلمين واستجلاب معلمين من الخارج، إضافة إلى مسألة الاستثمارات في العملية التعليمية وتنافسيتها. وبالإشكالات التي عبر عنها الدكتور مهصون قبل عام واحد فقط، كيف يمكن تخريج كل هذا العدد في ظل عملية هو معترف بأنها لا تحقق الحد الأدنى من التميز الدراسي للطالب، هذا في ظل اعتراف وزارة التعليم نفسها في أكثر من مرة بتدني نسبة الناجحين سنويا. هذا يفتح باب التكهنات على مصراعي، فإما الرقم والذي يصل إلى 31,000 طالب وطالبة غير حقيقي برمته، أو أن العدد تم تخريجه كما يقال حي الله أو كالفتى. الأقرب إلى الصحة هو الاحتمال الأول، أن يكون الرقم غير حقيقي وغير مطابق للوقائع المعروفة حول العملية التعليمية في البلاد، والسبب هو أن هناك نزيف بشري من الهجرة، خاصة في أوساط الطلاب والأطفال من عمر 12 وحتى 25 عاما. فبعد فتح الحدود مع إثيوبيا مثلا، فقدت كلية ماء النفح فقط 1000 من طلابها، ولا زال الهروب منها مستمرا. أما وزارة التعليم نفسها فلقد أقرت بأنها تعاني من نقص كبير في أعداد المعلمين، والسبب غير المصرح به دوما هو الهروب المستمر للمعلمين إلى السودان وإثيوبيا. ولهذا السبب بالذات تم قفل العديد من المدارس في المناطق الحدودية، خاصة في الإقليم الجنوبي، وهذه أشرنا إليها في عدة نشرات إخبارية سابقة وعبر مصادر موثقة من الداخل. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وبالعودة إلى اللقاء الذي أجرته صحيفة بروفايل مع السيد صالح إبراهيم والذي أشرنا إليه علاه، نجد بأن واحدة من أزمات التعليم، وكما أشار مسؤول التعليم في حقات، هو نقص المعلمين الكبير، وهو الذي يعيق الأداء الأكاديمي في المحافظة. محافظة حقات ولمن يعرفها تقع في قلب إريتريا، وليست محافظة حدودية مثل علي قدر أو عد خالة. رغم ذلك فإنها تعاني من نقص في المدرسين، ونفس الشيء ينطبق على مدينتي أفعبت ومندفر غير الحدوديتين. فإذا كان المعلمين يغادرون هذه المدن ويهربون عبر الحدود البعيدة، فماذا عن المعلمين المعينين في القرى الحدودية؟ الحقيقة هي أن المعلمين يهربون عبر الحدود بعد هروب طلابهم وليس قبلهم، وهذا يوضح النزيف البشري الكبير الذي تعاني منه إريتريا، والذي لا يتفق تماما. والرقم الذي أورده الدكتور العقيد هيلي مهصون، المدير التنفيذي لمفوضية التعليم العالي ومعهد البحوث في أسمرة. هذه إذاعة إرينا. ودون التعمق في تفاصيل نوعية الأداء الأكاديمي التي ذكرها الدكتور مهصون، تنبغي الإشارة فقط إلى أن اليونسكو لا تعترف بالشهادات الصادرة من المؤسسات الإريترية، لأنها لا تتفق والمواصفات الأكاديمية للمنظمة الدولية والتي تهتم دوليا بالتربية والثقافة والعلوم. وهذا الأمر مهم لأنه يتعلق بدرجة كبيرة بمعادلات شهادات الخريجين من الكليات الموجودة في إريتريا اليوم. أما الحكومة الإريترية عبر مؤسساتها مثل وزارة التربية ووزارة الدفاع ومفوضية التعليم العالي ومكتب الرئيس الذي يدير كل شيء في البلاد، كل هذه المؤسسات والتي نطلق عليها الاسم تجاوزا تدفن رأسها في الرمال إزاء المشكلة الحقيقية للتعليم في البلاد، وهو ربطه بالخدمة الإجبارية والقصر والإرهاب، وأن الحرمان من الحقوق الأساسية إضافة إلى غياب الأفق المستقبلي للشباب هو الذي يدفع البلاد نحو هذا النزيف البشري المستمر، والذي تدفع ثمنه المدارس والكليات. ولكن كل المسؤولين في إريتريا يقدمون الإجابات الخاطئة للأسئلة الصحيحة، ولا يستثنى الدكتور هيلي مهصون، والذي انتزعه الرئيس من وزارة الدفاع ووضعه على قمة مفوضية التعليم العالي، والتي يديرها الرئيس مباشرة من مكتبه دون ما اعتراض لأي جهة كانت. والدليل على ما نقول هو ذلك الهروب المستمر للطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج. فالطلاب الذين يتم ابتعاثهم لجنوب أفريقيا والصين والهند وحتى الأمارات العربية المتحدة يهربون إلى دولة ثالثة خوفا من العودة إلى البلاد.
فإذا كانت الحكومة الإريترية تتكتم على الهجرة من داخل البلاد، فمن الصعب تغطية هروب الطلاب المبتعثين إلى الخارج. ففي يوم 13 من شهر أغسطس الماضي نشرنا في الموقع الإلكتروني لإذاعة إيرينا خبرا مؤكدا بأن نصف عدد الطلاب المبتعثين إلى الصين، والبالغ عددهم 200 طالب وطالبة، هربوا من تلك الدولة. وهؤلاء الطلاب هم من المبتعثين من وزارة التعليم والتنمية والخارجية والجبهة الشعبية. وحسب المصادر فإن أغلب هؤلاء الطلاب أثناء عودتهم إلى إريتريا وإكمالهم دراستهم في الصين اضطروا للتخلف في مطار القاهرة، حيث أنهم يسافرون من الصين إلى إريتريا عبر الخطوط الجوية المصرية التي تتوقف في القاهرة. واضطر أغلب هؤلاء الطلاب إلى السفر إلى أوغندا باعتبارها الدولة التي تسمح للإريتريين بدخولها بدون تأشيرة سفر. وفي أوغندا يطلبون حق اللجوء في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حتى تتسهل إجراءات سفرهم إلى دول في أوروبا وأمريكا الشمالية. والمعلوم بأن أكثر دولتين تقدمان منحا للطلبة الإريتريين هما الصين والأمارات. استمعتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل فيما مضى من وقت إلى برنامج تعليق على الحدث، والذي خصصناه لتناول واقع التعليم في إريتريا على ضوء تصريحات الدكتور هايلي مهصون رئيس مفوضية التعليم العالي في أسمرة. هذه إذاعة إيرينا. وقبل ختام فقرات برنامجنا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. محمد بن زايد يستقبل وفدا من الطلبة الإريتريين الدارسين في جامعة الأمارات. ذكرت وكالة الأنباء الأماراتية بأن ولي العهد الأماراتي الشيخ محمد بن زايد استقبل وفدا من الطلاب الإريتريين والإثيوبيين الدارسين في جامعات الأمارات. وقال محمد بن زايد في اللقاء الذي جرى في قصر البحر بأن الأمارات سوف تظل بيئة حاضنة وداعمة لطلبة العلم، خاصة المتميزين والموهوبين، ومحفزة على الإبداع والابتكار والريادة العلمية. ندوة حول حقوق الإنسان في إريتريا في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل تعقد يوم غد الثلاثاء، ومن الساعة 5 وحتى الساعة 7 مساء ندوة حول حقوق الإنسان في إريتريا في مقر الاتحاد الأوروبي. وينظم الندوة النائب في البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي ديفيد ليغا، ومنظمة فري داويت السويدية المهتمة بإطلاق سراح الصحفي السويدي من أصل إريتري داويت إساق والمغيب من عام 2001. وسوف يقدم في الندوة سرد لحياة الصحفي الأسير وجهود ومحاولات إطلاق سراحه من المعتقلات الإريترية. ويتحدث في الندوة كذلك ممثل لمنظمة مراسلون بلا حدود ومقررة حقوق الإنسان في إريتريا، وممثل لمنظمة بين إريتريا، وأعضاء من البرلمان الأوروبي. تنظيم داعش الإرهابي يسمي خليفة لقائده القتيل. ذكرت وكالة عماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابي بأن التنظيم سمى أبا إبراهيم الهاشمي الغرشي خليفة لزعيمه القتيل أبو بكر البغدادي، والذي قتل في غارة أمريكية في 27 من الشهر الماضي. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي الختام لا يفوتني أن أذكركم أنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا. لكم من محدثكم فتح عثمان، ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وفي حفظه وأمانه. هذه إذاعة إيرينا.